يا ويلكم يا أهل مجوس، يوم نعتلي فوق الرؤوس وندقها دق بالفؤوس والعاقبة للمتقين. يا ويلكم يوم الصعاب، يوم نعتلي فوق الرقاب ونجركم جر الكلاب، يوم تسحب اللحم العفين. أنتم كلاب هذا الزمان، بوجودكم ما في أمان إلا بتقطيع البنان وخلطها مثل العجين. يا شاتمين عرض الرسول، يتبع أبي بن سلول، ينجس من أتباع المغول، الله عليكم بايعين. يا مجرمين يا حاقدين، ينصر حصن نصر اللعين، أنتم ذبحتوا المسلمين وجعلتم الله الحسين. الله برأ عائشة خير النساء العابدة، وأنتم نشرتوا الفاحشة فيها نزل نص مبين. ما اسلمتم الفاروق عمر، لو شافوه الشيطان فر، وتحضنون اللي غدر بولولو الكلب اللعين. استيقظوا يا أهل العرب من شر داء قد قرب، الرافضي مثل الجرب لازم يشل في كل حين. الرافضي ما له أمان، لو تكرمه طول الزمان وتجالسه في كل آن، الغدر فيهم مستبين. شوفوا الحدث في أرض القصير، يوم ما رحم طفل صغير، وما بقى شيخ كبير إلا أسيرا أو دفين. دما جاء أرض الجهاد يا مقبرة له للفساد، جهز رجالك والعتاد واقضي على الحوثي الضغين. شعب اليمن كالصاعقة مثل الشرارة الحارقة، مثل السيوف البارقة لو شد عزمه مايلين. شعب اليمن نار اللظى يا من يعاديه اكتوى، هم أسد في أرض الوغى، هم شامة فوق الجبين. يا وارد حوض الرسول يهناكم هذا القبول، عند الورود أحمد يقول أنتم الأوائل شاربين. شدوا العزيمة والنفوس ثم اذبحوا أولاد المجوس، الرافض الكلب العبوس اللي لإيران عاملين. إيران لكم ما بات فيد، نحن أولو بأس شديد، والله نجرعكم صديد وتشربوا المر المهين. يا أهل اليمن شوفوا الحدث في الشام كم راح جثث، والرافضي فيها عبث وما رحم طفلا حضين. أنتم لنا درع حصين للدين وأهله باذلين، فيكم نزل نص مبين عزة شداد على الكافرين. يا أهل اليمن أنتم أسود، أنتم حماة للحدود، اقضوا على ذناب اليهود اللي يعادوا المسلمين. حشد جنده وقال الرافضي لازم يزال، لو دمنا غطى الجبال وصارت انهارا معين. يا الرافضي يا هالخروف الحاشدي حد السيوف، شوف لك مكان بين الكهوف ولا عجوز لك ضمين. الحاشدي أخذ العهود، لو شال سلاحه ما يعود إلا بدمك يلحقود، بدون دمك ما يستكين. الحاشدي ما يتركك، لو شال سلاحه يذبحك مثل الدجاجة، يسلخك من جلد رجلك للجبين. يا ويلكم يوم العويل، يوم الحجن تحشد بكير، واليوم ذا يوم وبيل تلعن حياة الرافضين. يا ويلكم يوم السعير، في يوم لظى تزفر زفير، وتنادي في اليوم العسير ذا مستقر المجرمين. يا أهل الثرى يا أهل الفلوس، الناس قد باعوا النفوس، وانتم بخلتم بالفلوس على الرجال المخلصين. قدم فلوسك للجهاد كي تنفعك يوم التناد، يوم نلتقي برب العباد ونكون بإذنه فائزين. والختم صلوا أجمعين على النبي الهادي الأمين، أحمد إمام المرسلين صلى عليه العالمين.